تخيل معايا جريمة قتل بتحصل في مزرعة معزولة. كل أفراد العيلة بيتقتلوا واحد ورا التاني، والقاتل ما بيهربش. والله ما بيهربش، بيعيش وسط الجثث كأنه صاحب البيت. الأغرب إن التحقيق في الجريمة دي استمر مش سنة ولا 2، لأ 85 سنة كاملة. دي قصة واحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في ألمانيا، واللي لحد النهاردة محدش عارف مين القاتل. بتبدأ حكايتنا في مقاطعة بافاريا جنوب ألمانيا، في مكان اسمه هينتر كيفيك. كانت عيلة اسمها غروبر عايشة حياة هادية في مزرعة منعزلة وسط التلج، لحد ما في يوم الحياة الهادية دي اتحولت لكابوس، والبيت بقى مسرح جريمة بشعة. القصة بدأت قبل الجريمة بحوالي 6 شهور. الخدامة اللي كانت شغالة في البيت بدأت تحس بحاجة غريبة، تسمع أصوات خبط على الشبابيك، همس في الممرات، خطوات بتمشي في البيت ومفيش حد. الخدامة كانت مرعوبة وقالت لصاحب البيت اللي هو كان اسمه أندرياس، بس هو والعيلة ضحكوا وقالوا لها تلاقيها تهيؤات. الخدامة خافت جدا وقررت تمشي وسابت الشغل. بعدها مرت الشهور، وقبل الجريمة بيوم واحد بس العيلة جابت خدامة جديدة، ومن أول يوم الأصوات بدأت ترجع تاني. ومش بس كده، بدأوا يلاحظوا حاجات غريبة بتحصل. يعني لو جورنال ظهر فجأة في البيت محدش اشتراه، لو مفتاح المخزن اختفى، لو حاجات بتتحرك من أماكنها. لكن اللحظة اللي خلت صاحب البيت يقلق بجد كانت لما شاف آثار رجل جاية من الغابة وداخلة ناحية البيت. الآثار دي كانت على التلج اللي بره، والكارثة إن الآثار دي ما خرجتش من البيت. يعني آثار الرجل كانت داخلة البيت وما خرجتش منه تاني، يعني اللي دخل لسه جوه. في 31 مارس 1922، الليلة اللي كل حاجة فيها انتهت، القاتل كان جوه البيت فعلا. بدأ يجر أفراد العيلة للحظيرة واحد ورا التاني. قتل الأب، بعد كده الأم، بعد كده البنت والجدة، وبعدين رجع جوه البيت وقتل الطفلة الصغيرة والخدامة الجديدة. بس المفاجأة إن القاتل ده مهربش. القاتل ده طلع قمة في الذكاء، لأنه فضل عايش في البيت كأنه واحد من العيلة. كل يوم بيشغل المدفأة أو الدفاية بتاعة البيت، ويأكل الحيوانات، ويعيش وسط الجثث عادي في وسط البيت. كانت الناس كل يوم بتشوف الدخان وهو خارج من دفاية البيت، والأكل موجود للحيوانات، فافتكروا إن كل حاجة تمام ومحدش حس بحاجة غلط. لكن بعد 5 أيام جه عامل كان متفق مع صاحب البيت إنه يصلح له مكنة في المزرعة. خبط، محدش بيرد. دخل على المزرعة وبدأ يصلح المكنة، وبعد ما خلصها وهو خارج لقى كلب واقف مربوط عند باب البيت. كان باين عليه إنه جعان ومتوتر. قلق العامل وراح لجار البيت، وكان الجار ده اسمه لورنس، وراح قال له. فلورنس راح بنفسه ودخل البيت، ولكن لما دخل ملقاش حد. لكن لما دخل الحظيرة لقى كل أفراد العيلة مقتولة. طبعا بلغ الشرطة، والشرطة وصلت وبدأت التحقيق. وأول مشتبه فيه كان مين؟ كان لورنس جار البيت، لأنه كان بيحب بنت صاحب البيت وكان عايز يتجوزها، بس الأب رفض. بس ما فيش أي دليل يثبت عليه حاجة. وبعد شهور طويلة اترفع عنه الشك، ومن هنا القضية دخلت في دوامة من الأسئلة. مين اللي دخل البيت وقتل العيلة؟ وإزاي عاش وسط الجثث دي؟ وهل اللي حصل ده كان عمل بشري ولا كائنات تانية؟ التحقيق استمر سنة ورا سنة لحد ما وصلنا 2007. الشرطة قررت تقفل القضية رسميا من غير ما تلاقي القاتل أو حتى أي خطوة.
الجريمة دي هتفضل واحدة من أغرب وأبشع الجرائم في التاريخ، وممكن تكون أنت اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي تقدر تحل لغز الجريمة دي. لو عندك تفسير أو نظرية اكتبها في الكومنتات وخلينا نحللها مع بعض. لحد هنا أنا خلصت حكايتي، لكن حكايات القناة ما بتخلص، معانا حكايات كتير وأجمل وأجمل وأجمل. لو حابب النوع ده من القصص تابعنا واعمل اشتراك بالقناة، ولو عجبتك القصة دي اعمل لنا لايك، وما تنساش تعلق وتقول لنا رأيك في القصة علشان نطور المحتوى بناء على رأي حضرتك. سلام.